السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى عبد العزيز، ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوها ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. عايزين نلحق نخزن المانجا قبل ما سعرها يغلى، وكمان هنعمل بيها حلويات واحلى كنافة بالمانجا، وعشان نعمل بيها عصير في رمضان رخيص جدا على قدنا، عشان لما يجيلنا اي ضيوف فجأة ما نجريش نشتري ازازة حاجة ساقعة. وكمان هنعمل توبنج المانجا معاكم بالشكل ده، وهنعمل بيها احلى حلويات، وتعملوا بيها التورت كمان. يلا حبايب قلبي، نسمي ونصلي على الرسول وندخل على وصفتنا النهارده. انا كمان بجيب معاكم اهو صندوق من المانجا، بنشتريها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله شكلها حلو قوي. افضل انواع المانجا الزبديه الاسماعيلاوي، وكمان المانجا الكيت معانا برضو، اللي تقدروا تحطوا المانجا الكيت على الزبديه الاتنين مع بعض. باغسل بقى المانجا، بنقعها الأول، تقعد لها مثلا نص ساعة كده ولا حاجة، وابدأ أجردها بالسكينة عشان أي زيادات أو أي رملة فيها أو أي حاجة. وببدأ بعد كده أقشرها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدروا تقشروها بالمقشرة، وتقدروا تقشروها بالسكينة، وتقدروا برضو ان انتوا تعملوها زي الكوباية كده وتطلعوا منها بالمعلقة زي ما انتوا حابين. خلاص. ببدأ أقطع المانجا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبشيل البذور كلها مع بعض كده في طبق أو في بولة كبيرة كده واركنها مع بعض. وهقول لكم هنعمل بيها ايه. البذور هنعصرها مع بعض كده عشان يطلع منها بيوريه المانجا، وهنعمل بيها توبنج المانجا دلوقتي. وهتشوفوا برضو تقدروا تعملوا منها عصير، تقدروا تعملوا منها حاجات كتير قوي. يعني الزيادة اللي في البذرة دي ما بنرميهاش. وعلى فكرة تقدروا تاخدوا قشر المانجا اللي انتوا شايفينه ده كمان، طبعا احنا غسلينه كويس جدا ونقعينه زي ما قلت لكم، شايلين منه اي زيادات مش عاجبانا. تقدروا بعد كده برضو تحطوا قشر المانجا ده في قلب الخلاط في قلب الشفشق، وتعملوا منه عصير المانجا. كده انا قشرت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين. معايا هنا بقى المانجا النعومي، دي بقى مناسبة للتخزين للحلويات والطرط، وتعملوا منها برضو التوبنج. زي ما انتوا شايفين كده هقشرها بالشكل ده بعد ما غسلتها كويس قوي. كده انا قشرت الكميه زي ما انتوا شايفين كده. هبدا اقطع المانجا بالشكل ده. بعد ما اقشرها هبدا اقطعها ماشي على شريحتين. خلاص. هعمل شريحتين كبار، هقرب من البذر قوي. وانا بقطعها كده اقرب من البذر قوي واقطعها عشان تطلع معايا شريحتين متماسكين كده بالشكل ده. والجناب هشيلها لوحدها، وكمان البذور هشيلها برضو لوحدها. ابدا اقطعها شريحتين كبار، اقرب من البذر قوي عشان تطلع القطعه متماسكه وسميكه معايا بالشكل ده. والجناب برضو هناخدها نعملها لوحدها مكعبات. بصوا الجناب بنمسكها كده نعملها مكعبات لوحدها. وتقدروا تشيلوا القطعتين اللي هما الكبار دول، اللي هو زي ما انتوا شايفين الشريحتين الكبار دول، تقدروا تشيلوهم في اطباق لوحدهم. نقدر نعملهم سلايز كده، نشكل بيهم الحلويات. وتقدروا تعملوهم مكعبات زي ما انا بعمل كده. والمكعبات اللي بقطعها بقطع المكعبات بتاعتها تكون محملة. ولازم برضو المانجا تكون معايا تكون متماسكة شوية، ما تكونش طرية قوي. هبدأ بعد كده أبدأ أحطهم في علب. ليه بقى بحطهم في علب يا بنات؟ لازم جدا نحطهم في العلب، لان لو حطيت المكعبات في علبه في اكياس بلاستيك هتتفعص وهتبقى طريه جدا معايا. العلبه بتحتفظ بالمانجا تكون متماسكه ومحتفظه بالمكعبات بتاعتها. ماشي. ولو حطيتها بقى في كيس هفضل اشيل الكيس واحط الكيس، هتتهري معايا وهتتاثر، لكن العلبه ما بتخليش المانجا تتاثر خالص. خلاص. العلبة بتحافظ على الشكل بتاعها وعلى قوامها. بعد كده هجيب المانجا الزبدية اللي انا قطعتها معاكم بالشكل ده، وهبدأ بقى اغلفها في الكياس الباكم اللي انتوا شايفينها دي، او اي كيس عادية بتاعة التلاجة. تعالوا نعمل مع بعض بيورو المانجا. هنا انا عصرت البذور وخدت منها كيلو.
انا وزنتها قدامكم كيلو. حطيت هنا معايا حوالي ربع كوبايه من السكر، وحطيت معايا معلقتين من العسل الابيض ومعلقه نشا واحده، بدوبها في ربع كوبايه او نص كوبايه من الميه. وبنزل برضو على البيوري بتاع المانجا، وبنزل هنا بنقطه من الفانيليا، وبقلب كويس قوي البيوري ده. يعني البيوريه ده انا عصرت البذور كويس جدا جدا وطلعت منها. البيوريه ده مش عليه اي اضافه ميه اطلاقا. لو حابين تاخدوها من المانجا خدوها من المانجا واضربوها برضو في الخلاط بدون اي اضافه اي ميه ولا اي سوائل. وهنا عشان اعزز اللون حطيت نقطتين من اللون الاصفر، وبعد كده هبدا ارفعها على النار. بعد ما رفعتها على النار وهتبقبق بالشكل ده وتحسوها ان هي بتغلي كده، تعرفوا ان احنا خلاص وصلنا للقوام المظبوط. في الاخر خالص بديها نص عصرة ليمون للناس اللي عايزه تشيلها في التلاجة. انا برضو باخد كميه معايا في التلاجة، مثلا برطمان صغير، والباقي بكيسه في الفريزر. دوت بقى بيبقى معايا صوص مانجا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، بيبقى حلو جدا. طب لو انتوا بقى عايزين تعملوا توبنج المانجا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيوري المانجا بتحطوا فيها مانجتين مكعبات كده، تقطعوهم مكعبات وتحطوها فيها، بيبقى احلى توبنج مانجا. ده كده صوص المانجا عشان تعملوا بالتورت، عشان تزينوا بيه اي حاجه انتوا حابين تزينوا بيها. التورت والجاتو والحاجات دي بيبقى حلو قوي، عشان ما نفضلش نشتري الحاجات دي من بره. بعبيه بقى في برطمانات، بعبيه في اكياس صغيره، بحط برطمان معايا في التلاجة، والباقي زي ما قلت لكم بفرزها في الفريزر لاي حلويات بطلعها معايا. والمانجا اللي انتوا شايفينها دي اي مانجا تقطعيها على طول شيليها في الفريزر، ما تقطعهاش كلها وبعدين ترجعي تعمليها واحده واحده، لان المانجا حساسه وبتبقى بتطرى جدا معايا. وكمان وانتوا بتشتروا المانجا يا بنات ما تشتروش المانجا المحجرة عشان ما تبقاش حادقة معاكم، لازم المانجا تكون صفرة وتكون كمان طرية ولينة معاكم. ماشي. زي ما انتوا شايفين كده عملنا مع بعض صوص المانجا، وعملنا مع بعض المانجا العصير اللي هتتخزن معانا تفضل معانا طول السنة، لا بتغير لونها وطعمها بيبقى تحفة جدا. وعملنا معانا المانجا المكعبات، وكمان معانا مانجا سلايز. كل المانجا دي بنقدر نزين بيها اي حلويات. يا رب الفيديو يكون النهاردة عجبكم ويكون قدرت افيدكم باي حاجة. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.